السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن حال. معكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. وصفة النهاردة خفيفة ولذيذة وكمان سريعة، يعني نص ساعة بقى كده هنكون عاملينها ومخلصينها بإذن الله. كمان هقول لكم ازاي نقدر نحول الصوبيا دي لمشروع من البيت. يعني هنقدر احنا كده بقى نكلفها تكلفة قليلة جدا مقارنة بربحها العالي اللي ممكن تكسبيه بإذن الله. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش لايك حلو منكم وكمان الاشتراك. تعالوا بقى بينا نبدأ في طريقة. أول حاجة بقى معايا كده كوباية من الرز، أحط عليها لتر من المية، ولتر من المية بمج الشاي العادي هيبقى عبارة عن 4 كوبايات من المية. هسيبهم كده في البداية على نار عالية يغلوا لمدة غلوة واحدة، وبعد كده هبدأ إن أنا أهدي النار وهسيب الرز بتاعي لحد ما يستوي. بص هنا بقى كأنك خلاص هو كان استوى تماما، كان كمان شرب المية بتاعته. طب اخد معايا قد ايه على النار؟ اخد معايا 25 دقيقة. بعد كده بعد ما الرز يهدى معايا شوية من الحرارة، احط عليه كوباية من السكر، نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، وكمان ربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو. طبعا ملح الليمون والبيكربوناتو تقدري بإذن الله تجيبيهم من عند العطار. كوباية من اللبن أو الحليب اللي هو كامل الدسم، وتقدري تستبدلي كوباية الحليب بعلبة زبادي عادية. هبدأ بقى أقلب كده كل المكونات دي كويس جدا مع بعضها، وبعد كده هضيفهم لشفشة الخلاط. لو حسيتي بس ان القوام الخليط ده تقيل شوية تقدري ان انت تضيفي حوالي كده كوباية من المية المغلية. يعني تغلي مية تحطيها مباشرة، او لو خايفة مثلا على الخلاط ممكن تسيبيها لحد مثلا تهدى شوية تبقى دافية، بعد كده تضيفيها. تمام. بعد كده هبدأ بقى انا كده احضر بقى اي انت حباها طواجن، اي اطباق او اي كاسات حسب ما انت عايزه. تمام. هبدأ كمان احطهم في التلاجة لمدة ساعتين. بصوا هنا بقى ايه هنا بعد ما خرجوا ايه من التلاجة. تمام. هبدأ كمان انا برضو ازينهم كده بشوية من القرفة، وعلى حسب طبعا ما انت بتحبي او اولادك كمان بيحبوا، عايزة بقى سادة عايزة بالقرفة براحتك. طيب لو انا عايزة احول الصوبيا ديت او عايزة اعمل صوبيا في البيت وابيعها و يعني اكسب او اعملها كمشروع من البيت، هعمل ايه؟ تقدروا طبعا انتوا تعملوها برضو في طواجن كده وتبيعوها، او تقدروا كمان تجيبوا العلب البلاستيك دي اللي هي بتتقفل، وكمان المعالق دي. عايزه اقول لكم انا الكيس ده كنت جايباه اصلا، الكيس ده كنت جايباه ب10 جنيه فيه 50 معلقه. العلبه صراحه مش فاكره ان انا بقالي يعني جايباها من فتره طويله، فمش فاكره صراحه. المعلقه برضو كنت جايباها من فتره طويله، بس زي ما قلت لكم كان سعر الكيس يعني 10 جنيه. ممكن مثلا لو ممكن يزيد، مثلا نقول ممكن الكيس دلوقتي يبقى 15. بس عايزه اقول لكم ان تكلفه المشروع اللي ممكن نعمله مقارنه بالربح باذن الله هيبقى كبير جدا باذن الله. تقدري تبيعي العلبه ب25 او 30. طب دي بقى المطه الحلوه اهي للصوبيا بعد طبعا ما ساعد في التلاجة. المطه مش محتاجه لا سر ولا تركات ولا اي حاجه، هي مجرد بس انت بتحطي الصوبيا في التلاجة وتطلعيها بتلاقي المطه الحلوه دي، مش اكتر من كده. اتمنى طبعا الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك والمشاركه كتير عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله.